يا مساء الفل، يا مساء الياسمين، ازيكم يا حبايبي يا حلوين يا امورين يا عسولين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا غيبتي وارجع بهبتي. انا كده احب اغيب ولما ارجع ليا رونقي. شايفين رونقي؟ المهم، جايين نقول ايه؟ جايين نحكي عن الحب الجديد والخطوبة. ومش هاتكلم بقى على انها كانت بتخرج بقى معاه وكده، هي ايه؟ طبعا دي هي ست كبيرة وهو راجل كبير وهم حرين. وهي قالت انا يعني حرة. طبعا هي حرة، بس كانت واجب عليها قبل الموضوع ده، لان في ناس كتير بتقعد على السقطة واللقطة كلنا عارفين. كانت تنوه ان في مشروع ارتباط، والناس كده اتفاجئت كده بغراميات واغاني وعلى عش الحب وحاجات زي كده يعني. وفلتر، حطيت ايدي كده فلتر اهو فلتر. محدش بقى يقول لي كان يومين. آه, اه فانا نصيحتي ليكي يعني خديني كاخت معاكي، انا برضو في الغربة زيك. ف احنا هنتكلم الاول عن مين؟ نسينا نقول عن مدام هناء، طبعا كلنا عارفينها بقى، هي الترند الايام دي. وعن جوازاتها دي، وبتقع في نفس اخطائها لعلمكم يعني، ولعلمها بتقع في نفس اخطائها وهي مش واخده بالها. الحب بقى الحب ولع في الذره على رأي المثل. فهي بتقع في نفس غلطاتها، يعني هي برضه هتجيب واحد واحد يعني الله يرحمه المدام بتاعته. بس المشكله ان عنده اولاد، وهو برضو كل شويه يقول الرؤيه ومش الرؤيه، ويعني بيتخانق على اولاده، عايز ولاده. هيجي برضو فرنسا هتبقى نفس الحكايه، انا عايز عيال. طب يا ولاد، اولا انت يعني اولا هي لسه ما خلصتش اصلا حوارها في فرنسا. هي بالشرع والقانون المصري هي متطلقه وبالتلاته، وزي ما هي قالت انا متطلقه منه بالتلاته. بس هي على الاوراق الفرنسيه هي لسه متجوزه. طب انت هتجيبي ازاي؟ واوراقك ممكن هتاخد سنه او اتنين. طب هتقعدي بقى متعلقين سنتين كده يعني من غير ما يجي ويعمل، وبرضه هتبتدي تنبت المشاكل. برضه هتبقي كل شويه رايحه له، وهو مش هيقدر يدخل فرنسا الا بالاوراق، دي حاجه معروفه. الا بقى يكون هو ربنا كرمه ويجيلك سياحه او حاجه. بس يعني انا شايفه نفس الحدوته نفس الحكايه. انت ليه مصره تقعي في نفس غلطاتك ونفس مشاكلك القديمه؟ ليه؟ وانا رايي ونصيحه مني ونصيحه من ناس كتير. يعني هو ابو زياد راجل كويس وطيب وكل حاجه وخير وبركه، بس الصراحه انا شايفاه من وجهه نظري، انا شايفاه مش مناسب ليكي. وناس كتير قالوا لك هو مش مناسب ليكي. وانتي ليه عايزه تأيدي حريتك؟ صحيح، ليه عايزه تأيدي حريتك يعني؟ انت حره. بس حقيقي يعني انا انا من موقعي هذا ومن كنبتي هذه بقولك بلاش، وافتكري اني قلتلك بلاش. انتي بتسلسلي نفسك الصراحة. انتي حرة، انتي حرة. يلا بقى، بس وهتبقى نفس المشاكل. وافتكري وراجعي حكاياتك، هتلاقي نفس الحكاية. هيقعد معاكي شوية برضو وياخد الأوراق وبعدين يقولك لا أنا عايز عيالي. آه، دي حقيقة، ويعني احتمال، في نسبة احتمال هنقول ايه 99 واحد كده من 10 يعني، ان هو هيقولك كده ان انا عايز عيل. والصراحة هو انا حاسة ان هو مش مناسب ليكي الصراحة. مش عارفة انتي يعني انتي حابة وكل حاجة، والحب جميل. بس هو مش مناسب ليكي. وناس كتير بينصحوك بكده، هو فعلا مش مناسب ليكي. شوف انتي بقى ايه؟ انا حاسة كده ان هو مش مناسب خالص ليكي، ومش مناسب ليكي في كل حاجة الصراحة. بس وانتي بتقعي في نفس اخطائك ونفس غلطاتك، يعني انتي حرة بقى. احنا بننصح وانتي حرة اللي انتي عايزة اعملي. بس ودي كانت نصيحتي ليكي، بلاش. وافتكري اني قلتلك بلاش. يلا بقى، اسيبكم على خير، باي باي. اشوفكم على خير، سلام، باي باي.